السلام عليكم طلاب تانية اعدادي، عاملين ايه؟ ابطال تانية اعدادي، وحشني، اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده اخواتي حبايبي اصحابي باذن الله هنبدا ان احنا نحل مراجعه اخر السنه. طول الترم يا مستر عمالين نحل ونذاكر والمنهج كبير والمنهج تقيل. النهارده باذن الله احنا هنركز على اهم الاسئله اللي باذن الله هتكون موجوده في الامتحان. يعني بكلام بيني وبين كده هنسرب اسئله الامتحان. هنعمل ايه طيب؟ ولادنا وحبايبنا ولازم نسرب لهم اسئله الامتحان. بس المره دي احنا هنسرب اسئله الامتحان شرعي. يعني انا مثلا هنسرب اسئله الامتحان شرعي. يعني مش هقول لك خد ده الامتحان بتاعك، بس هقول لك على اهم الاسئله اللي ينفع تيجي في الامتحان. والنهارده هنبدا باذن الله، وكانك اول مره تشوف اسئله تانية اعدادي. هبدا معاك وهحل سؤال سؤال، وانا بحل هقول لك ليه اخترت الاجابه دي بالتحديد، ليه هنا قلنا صح، ليه هنا قلنا غلط، بما تفسر ما النتائج، دلل ما العلاقه. جمعت اهم الاسئله اللي موجوده وهنبدا النهارده نحلها مع بعض. نبدا اول حاجه. اول سؤال ده سؤال خريطه، بيقول لي ايه؟ اولى دول العالم من حيث عدد السكان. وانا مغمض، اكتر دوله عندي في العالم فيها سكان هي دوله ايه؟ الهند. يبقى اول سؤال اجابته الهند. طب تاني سؤال بيقول ايه؟ دولة تمثل أولى دول العالم من حيث نسبة كبار السن. وأنا مستر كبار السن دول أنا فاكرهم خدتهم قبل كده، اللي هي إيه؟ كبار السن دي أولى دول العالم كانت اليابان، والتاني دولة إيطاليا. بس إيطاليا تاخد المركز الأول على مستوى إيه؟ أوروبا. برافو عليكم. بما إننا نبدأ فيلا بينا. يبقى أنا عندي هنا أولى دول العالم من حيث كبار السن هي دولة اليابان. يا مستر انا شايف ان انت بتحل الاسئله من غير ما تبص، يعني مكانها فين على الخريطه. اقول لك ما هو ده الصح. طالما جه بيسالني على حاجه وفسرها لي، ايه اللي يخليني ابص مكانها فين على الخريطه؟ يعني لما نيجي مع بعض ادي رقم 2 على الخريطه، ادي رقم 1 على الخريطه، تمام؟ فانا هنا عرفت الحاجات او عرفت المكان من غير اصلا ما ابص على الخريطه. ليه؟ لان انا عارف ان اولى دول العالم في عدد السكان هي الهند، اولى دول العالم في كبار السن هي اليابان. يبقى الموضوع مش محتاج ان انا ايه؟ اروح ادور على الخريطه او ابص على الخريطه. ليه؟ دي معلومه موجوده عندي اساسي. طيب نيجي بعد كده. اولى دول اوروبا من حيث عدد السكان. اولى دول اوروبا من حيث عدد السكان، اولى دول اوروبا من حيث عدد السكان. ايوه مستر صح، كانت دوله روسيا. طيب نيجي بعد كده. اولى دول قاره اسيا انفاقا على التعليم. اكتر دوله عندي في قاره اسيا بتصرف فلوسها على التعليم كانت دوله ايه؟ اكتر دوله في اسيا على التعليم، اكتر دوله في اسيا على التعليم. مش فاكرها، بس انا فاكر مثلا انها كانت باين دوله عربيه. اقول لك برافو عليك، هي فعلا دوله عربيه اللي هي دوله عمان. طيب تنتشر صناعه الزجاج كحرفه تراثيه في دوله، وسكت، لا قال لي في اوروبا ولا قال لي في اسيا. اكيد يا مستر السؤال ده عايز يوقعني. اقول لك غلط، ومش عايز يوقعك. ليه؟ لان حرفه الزجاج اصلا ما اتذكرتش ان هي حرفه تراثيه عندي في اسيا، لكن اتذكرت ان هي حرفه تراثيه فين؟ في اوروبا اللي هي دوله ايطاليا. نيجي بعد كده صح وغلط، وهنصوب الغلط كمان. اول حاجه، تعيش قاره اسيا المرحله الرابعه من نظام التحول الديموغرافي. اقول لك برافو عليك، الاجابه غلط. ليه يا مستر غلط؟ عشان هي في المرحله الثالثه. طب لو حبيت اسيب المرحله الرابعه هقول ان هي ايه؟ قاره اوروبا. طب لو قال لي على مشارف تبقى قاره اوروبا على مشارف المرحله الخامسه. يبقى انا عندي هنا السؤال ده احنا جاوبنا على 4 اسئله فيه. اول سؤال ان قاره اسيا في المرحله الثالثه، ان قاره اوروبا في المرحله الرابعه، ان قاره اوروبا على مشارف المرحله الكام؟ الخامسه. اكتر دول اوروبا استقبالا للهجره غير الشرعيه ايطاليا واليونان. الإجابة صح. ليه يا مستر؟ عشان 3/4 المهاجرين غير الشرعيين اللي بيدخلوا قارة أوروبا بيروحوا فين؟ يا إيطاليا يا اليونان. ترتفع الكثافة السكانية في المناطق الصحراوية مثل شبه الجزيرة العربية. الإجابة صح. ليه يا مستر؟ ما المناطق الصحراوية دي السكان فيها، لا الإجابة غلط. الكثافة هنا بترتفع، تبقى الإجابة غلط. تمام؟ ليه يا مستر؟ ما هي ما بترتفعش، هي تقل. طب ليه بتقل يا مستر في المناطق الصحراويه؟ هقول له بقى ونركز هنا. ليه؟ لان انا كده بجاوب سؤال تاني. انا مش كل الاسئله هقولها ايه على انها صح وغلط. ده احنا هنا كده انا بديك الزتونه بمعلقه.
بمعنى انا جيت قلت لك السؤال هنا صح وغلط، وبعلل لك لو جه قال لي بما تفسر. يعني لو جه قال لي بما تفسر تقل عدد السكان في المناطق الصحراويه لصعوبه المناخ عدم توافر المياه العذبه، يبقى انا عندي هنا انا حليت سؤال صح وغلط بس اديتك اجابه بتاع بما تفسر. فما تجيش تقول لي ايه اصل انت ما قلتهاش، لا يا حبيبي قلتها. تمام؟ يبقى لما يجي يقول لي صح وغلط انا قلت لك صح وغلط وعللت لك كمان ليه الغلط. بعد كده رقم 4، تعد قارة آسيا أولى قارات العالم من حيث عدد السكان. صح. ليه يا مستر؟ أكتر من نص سكان العالم موجودين في آسيا. لما قلت لك بيني وبينك كده 60%، يبقى أنا عندي هنا قارة آسيا أكتر من نص سكان العالم فيها، فبتاخد المركز الكام؟ الأول. تنخفض الكثافة السكانية في سهول سيبيريا. ليه بتنخفض الكثافة السكانية في سهول سيبيريا؟ يعني معنى كده مستر الإجابة صح؟ لسه. بص يا أولاد، أنا عندي في سؤال ده بالنسبه لي ينفع امشيه لاي حاجه، بمعنى شمال اسيا شمال اوروبا الاثنين ينخفض فيهم الكثافه السكانيه بسبب صعوبه وسائل النقل، وتاني حاجه انخفاض درجات الحراره او شده البروده. ينفع. تمام؟ يبقى انا عندي هنا السؤال هو جاي لي صح وغلط، بس انا عرفتك بما تفسر بتاعه يتحل ازاي. يبقى لو جه قال لي بما تفسر انخفاض الكثافه السكانيه في سهول سيبيريا، شال سهول سيبيريا خالص وقال لي شمال اسيا شمال اوروبا، هقول له بسبب ايه؟ انخفاض درجات الحراره وصعوبه وسائل النقل. بعد كده تاتي الصين في المرتبه الاولى اسيويا وعالميا من حيث عدد السكان. الاجابه غلط. ليه؟ عشان قلنا من فوق ايه؟ بدل الصين هتبقى الهند. يبقى انا عندي الهند هي اللي بتاخد المركز الاول، امال الصين بتاخد المركز الكام؟ المركز الثاني. يبقى الصين عندي بتاخد المركز الثاني على مستوى العالم وعلى مستوى اسيا، وبتاخد المركز الاول الهند. نيجي بعد كده الاخطر. يرجع ارتفاع معدل الوفيات في قاره اوروبا مؤخرا الى ارتفاع نسبه. نبدا بقى يا اولاد، بصوا هنا بقى. انا عندي في الحته دي في ناس فيكم بتبقى متلخبطه، بمعنى ايه؟ هو ايه السبب اللي يخلي الناس تموت كتير؟ هل ان عدد صغار السن كتير؟ فاقول له لا غلط، لان دول اوروبا بتهتم بالرعايه الصحيه للاطفال. طب عشان الشباب كتير؟ اقول له برضه لا غلط، ما تنفعش الشباب. طب علشان الناس بتشتغل في الزراعه؟ ايه علاقه ان هو بيشتغل في الزراعه مثلا؟ ايه الزراعه بتجيب له سم؟ فانا عندي ارتفاع نسبه ايه؟ كبار السن. يبقى انا عندي نسبه الوفيات في اوروبا كتيره بسبب ارتفاع نسبه ايه؟ كبار السن. القاره التي تحتل المرتبه الثالثه عالميا من حيث عدد السكان. انا فاكر يا مستر المرتبه الاولى دي كانت واخداها اسيا، المرتبه الثانيه كانت اوروبا، كانت افريقيا، المرتبه الثالثه اوروبا. طب لما نيجي نبص كده ما نشغل الزتونه ما بيني وما بينك. جالي هنا في الاسئله انا ما خدتش غير اسيا واوروبا السنه دي، افريقيا ما لهاش كلام معايا في الموضوع، امريكا الجنوبيه ما لهاش كلام معايا في الموضوع، وبما ان اسيا بتاخد المركز الاول يبقى على طول مباشره هي تاخد المركز الثالث اوروبا. تاتي الهجره الى دول الخليج العربي في اسيا بشكل اساسي من قاره ايه؟ اكتر قاره بتودي هجره لدول الخليج؟ افريقيا. يبقى انا عندي اكتر قاره بتودي هجره لدول الخليج هي قاره ايه؟ افريقيا. احد الجزر ذات الكثافه السكانيه المرتفعه في اسيا. اقرا السؤال يا اولاد للاخر. تمام؟ ما اجيش اخد اول حته في السؤال كده وراح جاي عامل صح او اجي عامل غلط. ممكن امشي لك الاجابه كلها صح واجي في اخر نقطه وراح ايه؟ مغير كلمه بقت الاجابه غلط، انت تروح جاي عامل صح كده الموضوع باظ. تمام؟ ايه اكتر جزيره الكثافه السكانيه فيها مرتفعه في قاره اسيا؟ قال لي ما عنديش في اسيا كلها غير جزيره جاوا. احد الاجراءات التي اتخذتها الدول التي تعاني من زياده كبار السن. زياده كبار السن دي انا فاكر هم كانوا بيزودوا سن التقاعد وبيعتمدوا على التكنولوجيا وبيشجعوا الاسر على الانجاب. طب اشوف ايه اللي موجود هنا. انخفاض سن التقاعد، لا دي ما تنفعش. توعيه الافراد بخطوره الزياده السكانيه، لا ده بيقول لهم خلفوا كتير. بناء وحدات صحيه لتنظيم الاسره، لا برضو ده مش موجود في الكلام ده. ارتفاع سن التقاعد تدريجيا، يبقى انا عندي ايه؟ ارتفاع سن التقاعد تدريجيا. نيجي بقى بما تفسر. زياده نسبه الذكور عن الاناث في اسيا. طيب ليه في اسيا الذكور اكتر من الاناث؟ بقول له بسبب الهجره بحثا عن فرص العمل خاصه في دول الخليج. طب لو جينا بقى قلنا بما تفسر انخفاض نسبه الذكور عن الاناث في اوروبا. ليه في اوروبا الاناث اكتر من الذكور؟ قلنا بسبب اشتراك الشباب، بسبب اشتراك الشباب في الحرب العالميه ايه؟ الثانيه.
يبقى انا عندي هنا هقول له زياده نسبه الذكور عن الاناث بسبب ايه؟ الهجره بحثا عن فرص عمل. تتزايد عدد سكان قاره اسيا بسرعه فائقه مقارنه بقاره اوروبا. عدد السكان اللي موجوده في قاره اسيا بيزيدوا بسرعه مقارنه بقاره اوروبا. ايه ده؟ ليه يا مستر؟ انا فاكر السؤال ده انت قلته لي قبل كده. اقول لك بسبب ان قاره اسيا بتشجع على حاجتين مهمين، الزواج والانجاب. يبقى بسبب تشجيع اسيا على الزواج والانجاب. انخفاض معدل المواليد في قاره اوروبا مؤخرا. ليه معدل المواليد في قاره اوروبا مؤخرا انخفض؟ ليه الناس هناك ما بقتش تخلف؟ انا فاكر انت قلت لي الحته دي برضه يا مستر. قلنا اول سبب ارتفاع مستوى التعليم، تاني حاجه تاخر سن الزواج. يبقى هنا ارتفاع سن، ارتفاع مستوى التعليم، تاخر سن الزواج. انخفاض الكثافه السكانيه في المناطق الشماليه اللي قلنا من شويه، اللي هي شمال اسيا وشمال ايه؟ اوروبا، بسبب شده البروده، صعوبه وسائل النقل. التركز السكاني في السهول الفيضيه. بص بقى، لما يجي يقول لي سكان اتركزت في سهول فيضيه من غير ما اعرف هي سهول ايه، طالما شفت كلمه فيضيه اروح قايل له اجابتين ما تغيروش. ايه هما؟ اول حاجه توافر المياه العذبه، تاني حاجه توافر التربه الخصبه. بالتالي تقوم الزراعه. يبقى انا عندي هنا لتوافر المياه العذبه والتربه الخصبه. ما النتائج المترتبة على ارتفاع معدل الوفيات عن معدل المواليد في قارة أوروبا؟ إيه اللي حصل لما الوفيات بقت أكتر من المواليد؟ هقول له الزيادة السكانية أصبحت بالسالب، بمعنى اللي بيموت أكتر من اللي بيتولد، فأنا عندي عدد السكان بيقل. يبقى هنا إيه؟ أصبح الزيادة السكانية بالسالب. يبقى أصبحت الزيادة السكانية إيه؟ بالسالب. النمو السكاني المتزايد في بعض الدول بالنسبه للمياه العذبه. هو هنا بقى حدد لي هو عايز ايه اللي حصل بالنسبه لحاجه معينه، بمعنى لما عدد السكان كتر عمل ايه في الميه؟ هقول تناقص نصيب الفرد الى النصف في اخر 50 عام في الهند. يبقى انا عندي هنا لما عدد السكان زاد اخر 50 سنه نصيب الفرد ايه اللي حصل له؟ قل في دوله الهند. يبقى انخفاض نصيب الفرد في المياه العذبة للنصف. زيادة تيارات الهجرة الداخلية من الريف للمدن في قارة آسيا. ايه اللي حصل لما الناس اللي في الريف هاجرت للمدن؟ بصوا يا اولاد، الهجرة الداخلية وانا مغمض راح كاتب له ايه؟ ظهور وانتشار العشوائيات. يبقى ظهور وانتشار العشوائيات. ماذا يحدث إذا لم تشجع دول أوروبا مواطنيها على زيادة المواليد؟ إيه اللي هيحصل لو دول أوروبا ما شجعتش المواطنين اللي عندها على زيادة المواليد؟ انخفاض الزيادة السكانية، انخفاض عدد السكان. يبقى عندي هنا انخفاض عدد السكان. قلة تيارات الهجرة إلى دول الخليج العربي. إيه اللي يحصل لو تيارات الهجرة قلت لدول الخليج العربي؟ يقل نسبة الذكور عن الإناث. طب ثواني يا مستر، انت جبت ازاي الاتنين ببعض؟ يعني ايه مثلا لو الذكور، لو انا قللت الهجرة الذكور هيقلوا؟ هقول لك ما هو انا عندي السبب الرئيسي اللي خلى الذكور اكتر من الإناث هو ايه؟ ان الناس بتهاجر لدول الخليج بحثا عن فرص العمل. طب ايه اللي هيحصل لو الناس ما هاجرتش لدول الخليج بحثا عن فرص العمل؟ انخفاض نسبة الذكور بالنسبة للإناث. بس كده. ارتفاع معدل المواليد في قارة أوروبا حتى يتساوى مع معدل الوفيات. هو هنا ما قاليش هيبقى أعلى من معدل الوفيات، ده الاثنين هيبقوا متساويين مع بعض. هيصبح إيه؟ الزيادة السكانية صفر. ليه؟
اللي مات 10 واللي اتولد 10. ما عنديش عدد زائد. بمعنى احنا 1000 واحد، اتولد 100 بقينا 1000 وايه؟ 100. مات 100 بقينا كام؟ 1000 زي ما احنا. فيبقى عندي الزياده السكانيه عندي او الزياده الطبيعيه هتبقى كام؟ صفر. تصبح الزياده السكانيه صفر. ما العلاقه بين الهجره الى قاره اوروبا والنمو السكاني؟ هقول له ان الهجره لدوله اوروبا كانت سبب رئيسي في النمو ايه؟ السكاني، كنوع من انواع التعويض عن انخفاض السكان. بمعنى ايه الكلام اللي انت قلته ده يا مستر؟ انا عندي دول اوروبا بتشجع ان الناس تهاجر ليها ليه؟ علشان عدد سكانهم قليل، هم عايزين يزودوا السكان اللي هناك. فبالتالي قال لي ان الهجره لدول اوروبا او الهجره لقاره اوروبا بتعوض انخفاض السكان. يبقى انا عندي هنا الهجره تعوض انخفاض النمو السكاني. النمو السكاني في قاره اسيا والامن الغذائي. ايه اللي حصل بالنسبه للنمو السكاني والامن الغذائي؟ هقول له ان النمو السكاني في قاره اسيا اثر بالسلب على الايه؟ الامن الغذائي، مما ادى الى التوسع في المساحات المزروعه. يبقى انا عندي هنا النمو السكاني ادى الى التوسع في المساحات المزروعه. ليه؟ لتحقيق الامن الغذائي. يبقى هو هنا بتوسع في المساحات المزروعه على حساب، يعني شال الغابات، ما بقاش فيه غابات. تمام؟ علشان ايه؟ يزرع في الاراضي بتاعتها نباتات الناس تاكلها او محاصيل الناس تاكلها. النمو السكاني بالنسبه لتحقيق الامن ايه ده الامن الغذائي اللي تحتها. تمام؟ معلش يا اولاد هنعمل بس سامي كده ونحل السؤال الثاني. انا فاهمين انا بقول ايه طبعا. الله فاهمين حاجه، اقعد ساكت ده انا هاكلكم علقه بس لما اشوفكم. النمو السكاني في قاره اسيا والامن الغذائي دي احنا قلناه. النمو السكاني والامن الغذائي في قاره اوروبا هقول في قاره والامن المائي في قاره اسيا. هقول ان النمو السكاني في قاره اسيا اثر بالسلب على ايه؟ الامن الغذائي. والدليل على كده انخفاض نصيب الفرد للنصف اللي احنا قلناها فوق في الهند. يبقى النمو السكاني ادى الى انخفاض نصيب الفرد في المياه العذبه. ده هنا وده هنا ماشي. النمو السكاني في قارة آسيا ومصادر الطاقة. النمو السكاني في قارة آسيا أدى إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب زيادة الطلب على مصادر إيه؟ الطاقة. يبقى أنا عندي هنا النمو السكاني أدى إلى زيادة الطلب على مصادر الطاقة. طب لو جه قال لي ما النتائج المترتبة على زيادة الطلب على مصادر الطاقة؟ هقول له أدت إلى إيه؟ زيادة نسبة انبعاث ثاني اكسيد الكربون او زياده نسبه انبعاث الكربون. ماشي؟ احنا كده بنحل كل حاجه ليها علاقه بالسؤال عشان محدش يجي يقول لي انت ما قلتش هضربه. السؤال الثاني، دلل هناك مناطق ذات كثافه سكانيه مرتفعه في قاره اسيا. دلل دي يا اولاد ايه؟ شيل كلمه دلل واكتب اثبت. اثبت ان في مناطق ذات كثافه سكانيه في قاره اسيا واوروبا. هقول رقم واحد في اسيا عندي ايه؟ عندي مناطق الجزر الخصبة مثل جاوا. في أوروبا مناطق الصناعية غرب أوروبا. بس كده. يبقى أنا عندي المناطق اللي بيتركز فيها السكان بنسبة كبيرة، عندي جزر زي جزيرة إيه؟ جاوا. وعندي المناطق دي كده في آسيا. طب في أوروبا عندي المناطق الصناعية اللي موجودة في وسط وغرب إيه؟ أوروبا. تبذل قارتي اسيا واوروبا جهودا للحد من انتشار الامراض. ايه اللي دول اسيا واوروبا بيعملوها عشان يقللوا الامراض؟ قال لي هم بيشتركوا في المؤتمرات والمنظمات العالميه لايه؟ للامراض. تمام؟ زي مؤتمر مكافحه الامراض ايه؟ العالمي.
لعبت اللغه دور في تقسيم الحدود. هل الكلام ده صح؟ اقول له اه. ايه الدليل اللي يثبت الكلام ده؟ اقول لك اللي حاصل في باكستان لما حاولت الحكومه الباكستانيه فرض اللغه الارديه، فرفض شرق باكستان واستقل شرق باكستان وكون دوله جديده اسمها دوله بنجلاديش. يبقى هنا اللغه الارديه كانت السبب في استقلال شرق باكستان وإنشاء أو إقامة دولة بنجلاديش. تعد الحرفة التراثية جزءا من الهوية الثقافية لقارة آسيا وأوروبا. ليه؟ بص يا ولاد، الحرف التراثية ده مزيج ما بين الحضارة القديمة، تمام، والتراث القديم. ده بيعمل لي ميكس كده، عارف انت ايه، موز وشوكولاته مع بعض. فده ايه اللي هو ميكس. ده بقى عباره عن ايه؟ مزيج ما بين التاريخ القديم والتراث القديم اللي عدى عليه الاف السنين او مر عليه الاف ايه السنين. يبقى هو مزيج بين التاريخ والتراث القديم الذي مر عليه آلاف السنوات. تتعرض قارة أوروبا للتيارات غير القانونية، الهجرة غير القانونية. قلناها من شوية، 3/4 المهاجرين غير الشرعيين بيبقوا موجودين في دولتين في أوروبا، دولة اليونان ودولة إيه؟ إيطاليا. يبقى أنا عندي 3/4 المهاجرين غير الشرعيين في اليونان وإيطاليا. نيجي بعد كده التعريفات. كل درس فيه تعريف مطالب ان انت تحفظه. ليه؟ هيجي لي سؤال يقول لي عرف، هيجي لي سؤال يقول لي ايه؟ عرف. واحنا التعريفات اللي عندنا في المنهج مش كتير قوي، فهم كلهم على بعض كده في كل واحده في حوالي 3 4 تعريفات مطالب تحفظهم صم زي اسمك. تمام؟ فاول تعريف عندي الاقتصاد الفضي، وانا هسهلها عليك. بمعنى ايه؟ الاقتصاد الفضي لو بصيت عليه عندك الاقي تعريف كبير قوي يا مستر، وانا بصراحه ما في موضوع الحفظ ده مش ماليش في الكلام ده. اقول لك نبسطها لك، هي جت يعني في الحته دي سهله. ايه هو الاقتصاد الفضي؟ قال لي ده اقتصاد مجموعه من الانشطه الاقتصاديه. يبقى الاقتصاد الفضي ده مجموعه من الانشطه ايه؟ الاقتصاديه. ايه الهدف منها؟ اهميتها ايه؟ تلبيه احتياجات كبار السن. يبقى انا مش هقول اكتر من كده يا مستر، هو مجموعه من الانشطه الاقتصاديه الهدف منها تلبيه احتياجات كبار ايه؟ السن. يبقى انا عندي هنا الاقتصاد الاخضر مجموعه من الانشطه الاقتصاديه الهدف منها تلبيه احتياجات كبار السن. وشكرا. اكتر من كده ابقى انا راجل مفتري لو قلت لك اكتب اكتر من كده يا عم. اجابتك صح 100%. نكمل. التركيب الاقتصادي. اقتصادي ده يا مستر انا فاكر انت قلتها لي قبل كده، قلت لي شوف كلمه اقتصاد يبقى فيه 3 حاجات اللي هي زراعه وصناعه وتجاره. اقول لك والله العظيم انا بحبك، والله العظيم انت برنس. طب ليه يا مستر؟ عشان هو ده التعريف. التركيب الاقتصادي زي التركيب النوعي زي التركيب العمري، هو تصنيف السكان على حسب المهن الاقتصاديه او حسب الحرف ايه الاقتصاديه، اللي شغال في الزراعه، اللي شغال في الصناعه، اللي شغال في التجاره والخدمات. يبقى انا عندي التركيب الاقتصادي هو تصنيف السكان على حسب المهن الاقتصاديه او الحرف ايه الاقتصاديه. يبقى انا عندي هنا التركيب الاقتصادي تصنيف السكان حسب المهن والحرف الاقتصاديه. والله العظيم يا مستر انت بتسهل لي التعريفات، والله العظيم يا ابني انا عارف. نكمل. سن التقاعد. سن التقاعد ده عارف انت اللي هو لما ببقى كبرت وخلاص مش قادر اشتغل تاني، يبقى هو السن اللي بيحصل فيه الفرد على حقه في الاستغناء عن العمل. خلاص هو مش قادر يشتغل تاني. يبقى سن التقاعد ده السن اللي بيوصل ليه الناس ويبقى ليهم حق ان هم ايه خلاص يبقى انا مش هشتغل تاني. يبقى انا عندي تعريف سن التقاعد هو السن الذي يصل اليه الانسان ويحق له انتهاء من العمل. يبقى انا عندي هنا السن الذي يصل اليه
الإنسان ويحق له الانتهاء عن العمل. يا مستر انا بحس التعريف اللي انت قلته مش هو اللي موجود في الكتاب، بس هو نفس المعنى. تمام؟ يعني انا ما بقولكش التعريف تيبيكال بالنص لازم تكتبه، انت ما بتكتبش قرآن. تمام؟ الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش اغلط فيها او احرف فيها او اشيل حرف واحط مكانه حرف هو القرآن الكريم. غير كده اكتب اللي انت فاهمه. ماده الدراسات مش ماده حفظ والله. ماده الدراسات دي محتاج افهم الاول منهجي بيتكلم عن ايه، وبعد كده احفظ من باب المساعده. يعني الحفظ ده بالنسبه لي في الدراسات مش هو رقم واحد، لا انا لازم افهم الاول المنهج بتاعي بيتكلم عن ايه. هو قال لي ايه؟ السن الانسان بيصل اليه ويحق له الانتهاء من ايه؟ من العمل. السن اللي بوصل عنده اقدر ان انا اقول لهم يا جماعه خلاص مش هشتغل تاني، انا مش هقدر ادي تاني في الشغل ده، ودي افضل حاجه. نيجي بعد كده نلم بقى شويه اسئله في الوحده الثانيه. احنا كده لمينا شويه اسئله في الوحده ايه؟ الاولى. ان شاء الله الامتحان مش هيخرج منها باذن الله، اللي هيجي في الوحده الاولى هي الاسئله اللي احنا قلناها دي. ماشي؟ نيجي بعد كده بيقول لي من الصور اللي قدامي دي، اول حاجه انسب كل صوره لدوله ايه؟ طيب احمد بن طولون يبقى الدوله الطولونيه. كتابات على النسيج باللغه العربيه الدوله الامويه. قلعه صلاح الدين الايوبيه. مستندات الصورة أعلى سجل الملامح المميزة للعمارة الإسلامية. تمام؟ مستندا للصور أعلاه سجل ملامح المميزة للعمارة الإسلامية. إيه الملامح اللي مميزة للعمارة الإسلامية عندي هنا؟ قال لي هنا في الدولة الطولونية اهتموا بناء المساجد. هنا في الدولة الأموية اهتموا بإيه؟ إنشاء وبناء المساجد. في الدولة صلاح الدين الأيوبي الاهتمام بإنشاء القلاع والحصون. تتعدد أشكال المنشآت العمرانية في الدولة الإسلامية. دليل على ذلك هقول له رقم 1 المساجد، رقم 2 القلاع والحصون، رقم 3 البيمارستان. يعني ايه بيمارستان ده يا مستر؟ يقول لك المستشفيات، القصور، المنازل. كل دي كده الإجابة. نيجي بقى لصح وغلط، السؤال المحبب إلى قلبي. ليه يا مستر بتحب صح وغلط؟ احنا بنشوف ان هو اسهل سؤال واكتر سؤال يوقع الطالب. ليه؟ عشان الطالب ممكن يقرا السؤال كله الا اخر كلمه، واخر كلمه تكون هي الغلط، يكتب صح. عشان كده بنبه على كل اخواتي واصحابي الصغيرين، صح وغلط اختر اقرا السؤال لغايه الاخر. انا عارف ان انت شاطر والقيصر مخلي قلبك جامد، بس اقرا السؤال برضه لغايه الاخر. اتخذ خليفه المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه قرارا بفتح مصر. هل الكلام ده صح؟ اقول لك لا. ليه يا مستر؟ عشان الخليفه اللي خد قرار بفتح مصر كان سيدنا عمر بن الخطاب. يبقى عندي اول اجابه غلط. تمام؟ ونيجي هنا بدل عثمان بن عفان نقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان عمرو بن العاص اول والي على مصر. الاجابه صح، لان سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر، سيدنا عمر بن الخطاب قال له فاصبحت علي والي يا عمرو. تغير النظام السياسي في مصر بعد الفتح العربي الإسلامي. أقول لك شكرا، لم يتغير. أبقى المسلمون على النظام السياسي. يعني إيه؟ قال المسلمين فضلوا مخلين النظام السياسي زي ما هو. كل اللي عملوه إن هم عملوا تعديل بسيط، أو مش تعديل، زودوا منصبين، منصب الوالي ومنصب صاحب الشرطة، بس كده. كان الخليفة يقوم بتعيين القاضي في الدولة الإسلامية. الإجابة صح، القاضي كان بيتم تعيينه من قبل الخليفة، وصاحب الشرطة هو كمان في بعض الأحيان كان بيتم تعيينه من قبل الخليفة. يجي يقول لي بما تفسر تعيين صاحب الشرطة في بعض الأوقات من قبل الخليفة، هقول لأنه يقوم بمهام الوالي في فترة غيابه. الوالي وهو مش موجود صاحب الشرطة بيقوم بمهام الوالي عادي. اتخذ الأمويون من مدينة القطائع عاصمة للدولة الأموية. نيجي عندها كده وراح قايل له غلط. ليه؟ بدل الأمويون هخليها الدولة الطولونية. يبقى الدولة الطولونية خدت مدينة القطائع وخلتها إيه؟ عاصمة ليها. طب عشان ما نتلخبطش يا مستر أقول لك الطه تيجي مع الطه. يعني إيه طه دي؟ قال لي الدولة الطولونية فيها طه،
تاخد مدينه القطائع اللي فيها الطه، يبقى طولونيه قطائع طولونيه قطائع طولونيه قطائع. يوجد جامع احمد بن طولون اول جامع في مصر. اقول لك شكرا، الاجابه غلط. تمام، وبدل احمد بن طولون هخليها جامع عمرو بن العاص. كانت مدينه دمشق مقرا للخلافه العباسيه. اقول لك غلط، بدل دمشق هتبقى بغداد. او اثبت دمشق واخلي بدل الخلافه العباسيه نخلي بدل الخلافه العباسيه الخلافه الامويه. يبقى انا لو ثبت مدينه دمشق وخليتها زي ما هي موجوده هغير الخلافه واخليها الخلافه الامويه. ثبت الخلافه العباسيه هغيرها واخليها بغداد. استقلت الدوله الفاطميه تماما عن الخلافه العباسيه. صح، لان كانت الخلافه الفاطميه موجوده عندي في نفس الوقت اللي موجود فيه الخلافه العباسيه، والاثنين كانوا بيتصارعوا مع بعض. استقلال تام، على عكس بقيه الدول المستقله اللي ظهرت كلها ولايات. يعني عندي الدوله الطولونيه، الدوله الاخشيديه، الايوبيه، المماليك، الاربعه دول استقلال اسمي، بمعنى هو مستقل بمصر لكن تابع للخلافه العباسيه. لكن الدوله الفاطميه الوحيده اللي استقلت استقلال نهائي، قالت لي انا مش تابع الخلافه العباسيه، ده انا هحارب الخليفه العباسي نفسه. عقد ارناط صلح الرمله مع صلاح الدين الايوبي. اقول لك كلام محترم لازم نقول عليه ايه غلط، لان اللي عقد صلح الرمله مع صلاح الدين الايوبي ريتشارد قلب الاسد. خرج عمرو بن العاص بجيشا لفتح مصر من فلسطين. سيدنا عمر بن الخطاب امر ان هو يخرج من مدينه فلسطين، من دوله فلسطين. قام بانشاء دار لصناعه السفن في مدينه عكا. مين اللي عمل دار لصناعه السفن في مدينه عكا؟ مين اللي عمل دار لصناعه السفن في مدينه عكا؟ اقول لك معاويه. عكا معاويه. يبقى انا عندي سيدنا معاويه بن ابي سفيان هو اللي انشا دار لصناعه السفن فين؟ في عكا. اعاد حفر قناه التي تربط ما بين نهر النيل والبحر الاحمر سيدنا عمرو بن العاص، اللي سماها بخليج امير المؤمنين نسبه الى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قام بتشييد مدينه بحلوان بمصر. مين اللي عملوا مدينه بحلوان في مصر؟ هل المماليك؟ اقول لك لا. هل الايوبيين؟ اقول لك لا. هل العباسيين؟ اقول لك لا. اللي عملوا الامويين. يبقى انا عندي الامويين هم اللي انشأوا مدينه حلوان فين؟ في مصر. ظهرت الدول المستقله في مصر في العصر. بص يا اولاد، الدول المستقله عندي لا ظهرت في عصر الخلفاء الراشدون، ولا ظهرت في العصر الاموي، ولا ظهرت في العصر العباسي الاول. دي ظهرت في العصر العباسي الثاني بسبب ضعف الخلفاء العباسيين. يبقى لما يجي يقول لي بما تفسر ظهور الدول المستقله في العصر العباسي الثاني، اقول له بسبب ضعف الخلفاء العباسيين وبعد مصر عن مقر الخلافه. بما تفسر ارسال الخليفه العباسي جيشا بقياده محمد ابن سليمان الكاتب. ليه الخليفه العباسي ارسل جيش بقياده محمد بن سليمان الكاتب لمصر؟ لاسترداد مصر بعد ضعف الخلافه الطولونيه، او بعد ضعف الدوله الطولونيه. يبقى انا عندي هنا لاسترداد مصر بعد ضعف الحكم والدوله الطولونيه. حدوث معركة حطين. ليه معركة حطين قامت؟ معركة حطين يا اولاد قامت بسبب اول حاجة نقض ارناط للصلح او المعاهدة اللي كان عاملها مين؟ صلاح الدين مع حاكم بيت المقدس. طب ايه تاني؟ ان ارناط هجم على قوافل التجار والحجاج المسلمين وسرق وقتل البعض منهم. يبقى انا عندي هنا بسبب هجوم ارناط على قوافل التجار والحجاج المسلمون وقتل البعض. ليه يا اولاد لما باجي احكي القصه دي بالذات بقول واكد على نقطه ان ارناط قتل بعض الحجاج المسلمين؟ صلاح الدين الايوبي بعد ما انتصر في معركه حطين قدر ان يأسر حاكم بيت المقدس وبلدوين الرابع. تمام. وبعد ما اسرهم اطلق سراح حاكم بيت المقدس. تمام. واصر
ان بلدوين ان ابتدى اطلق سراح بلدوين الرابع، قال لك ده بالنسبه لي ملوش لازمه، مشوه يدفع الديه المقرره عليه ويمشي. لكن اللي رفض ان هو يمشيه ويدفع الديه هو ارناط، وامر باعدام ارناط اقتصاصا لقتل الحجاج المسلمين. قيام معركه عين جالوت. ليه معركه عين جالوت قامت؟ بسبب او للقضاء على الخطر المغولي. يبقى السبب هنا ايه؟ للقضاء على الخطر المغولي الذي كان يهدد العالم الاسلامي. بما اننا جينا في الحته دي اقول لك بقى في حته سؤال، يعني بصوا عندي شعور كده نسبه 90 95 99% لما يحب يرخم يجيبه. ايه هو؟ دلل تصدي المماليك للاخطار التي هددت الدوله الاسلاميه. اثبت ان المماليك تصدوا للاخطار اللي هددت الدوله الاسلاميه. اي حد فيكم برنس قريب القيصر ابن القيصر اخو القيصر راح قايل له ايه؟ التصدي لخطر المغول والقضاء عليهم في معركه عين جالوت. اقول له حبيبي الاجابه مش كامله، تاخد نص الدرجه على طول. ليه؟ ما هي مش المغول دول الخطر اللي هدد الدوله الاسلاميه؟ اقول لك ايوه. والمماليك تصدوا للمغول؟ اقول لك ايوه. امال ازاي يا مستر اخد نص الدرجه؟ ده يبقى ظالمني. اقول لك لا مش ظالمك وحقه. ليه؟ اقول لك عشان المماليك تصدوا للحمله الصليبيه السبعه في عهد مين؟ الصالح نجم الدين ايوب، وانتصروا على الحمله الصليبيه. يبقى هم انتصروا او تصدوا للخطر الصليبي، وده ظهر فين؟ في الحمله الصليبيه السبعه. وتصدوا للمغول وظهر فين؟ في معركه عين جالوت. ودول اكتر خطرين هددوا الدوله الاسلاميه. يبقى احنا كده عرفنا اجابه السؤال ده. هنقول له ايه؟ هقسمه لاثنين: واحد التصدي للصليبيين في الحمله الصليبيه السبعه، اثنين التصدي للمغول في معركه عين جالوت. كده حبيبي. دلل على صحه العباره الاتيه: لم تكن فكره الفتح الاسلامي لمصر وليده افكار القائد عمرو بن العاص. ايه الدليل ان فتح مصر ما كانتش فكره او بدات ظهورها في عهد سيدنا عمر بن الخطاب او فكره عمرو بن العاص؟ هقول له ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا لحاكم مصر المقوقس يدعو لدخول الاسلام. يبقى ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب للمقوقس يدعوه لدخول الاسلام. كان الصلح خطوة تالية بعد الحرب ما بين المسلمين والروم. صح. ايه الدليل؟ هقول بعد انتصار سيدنا عمرو بن العاص على المقوقس في الاسكندرية وفتح الاسكندرية عقد صلح الاسكندرية مع المقوقس. يبقى عندي عقب انتصار وفتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مدينة الاسكندرية، عقد صلح الاسكندريه مع المقوقس. اتسم موقف عمرو بن العاص بالتسامح مع اهل مصر، امنهم على انفسهم اموالهم ودور العباده. يبقى التامين على انفسهم اموالهم ودور العباده، واطلق لهم حريه ايه؟ اقامه الشعائر الدينيه. اختلف نظام اختيار الوالي في مصر بين عصري الدوله العباسيه. ايه ده يا مستر؟ الكلام ده اول مره اسمعه. ما حدش قال الكلام ده والله العظيم. اول ما اشوف منك انت. اقول لك بالراحه بس، ده سؤال عبيط واحنا عارفين اجابته كلنا سوا، بس انت مش واخد بالك. ليه يا مستر؟ بس السؤال شكله يعني شكله كده بيقول ان هو تقيل قوي. اقول لك يا عم بس، هو ايه عصري الدوله العباسيه دول؟ لا عصر عباسي ولا عصر عباسي تاني. تمام لحد هنا؟ تمام ومفيش مشكله. طيب ايه الاختلاف اللي حصل؟ قال لي في العصر العباسي الاول كان بيتم اختيار الوالي من العرب، في العصر العباسي الثاني الاعتماد على الفرس والترك. بس هو ده الاختلاف اللي حصل، يعني مش اكتر من كده والله ابدا. هو في حاجه انا مش هخبيها عليك، انت عارف انت حبيبي. يبقى عندي هنا اختيار الوالي من العرب
في العصر العباسي الأول. طب في العصر الثاني من الفرس والروم. تعددت مهام صاحب الشرطة. ايه ده؟ هو صاحب الشرطة ده مهامه كانت متعددة؟ اقول لك رقم 1 ملاحقة المجرمين. 2 تنفيذ قرارات القضاء. 3 القيام بأعمال الوالي حين غيابه. يبقى انا عندي صاحب الشرطه ده يلاحق المجرمين ويقبض عليهم، يفرض الامن والامان داخل الدوله. ورقم 3 ان هو بيقوم او بينفذ قرارات القضاء. رقم 4 ان هو بيقوم باعمال الوالي في فتره غيابه. والله مثلا حاسس ان الدراسات بقت سهله. والله يا ابني انا حاسس بنفس الكلام انا كمان، مش عارف ليه. اختلفت ملامح صناعه النسيج في العصر الاسلامي. ايه الاختلاف اللي حصل؟ ايه الاختلاف اللي حصل؟ ايه الاختلاف اللي حصل؟ انت قصدك ان احنا بدل ما كانوا بيكتبوا على المنسوجات بالكتابة البيزنطية خلوها بالكتابة العربية؟ اقول لك واستخدام الحرير. يبقى انا عندي هنا استخدام الحرير والكتابة على المنسوجات باللغة العربية. ازدهرت الحياة العلمية في مصر الإسلامية. هقول لك إن أصبح عندي علماء مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، ودي أول حاجة لازم نكتبها. تاني حاجة إن شفت لما قلت تاني حاجة في العصر أو في القرن الثاني إيه اللي ظهر؟ ظهر عندي علماء في مختلف المجالات زي الفقه والتاريخ. يبقى أنا عندي هنا أول حاجة وجود أحد العلماء عبد الله ابن عمرو ابن العاص. رقم 2 في القرن الثاني ظهور علماء في التاريخ، الفقه، اللغة. اختلفت أحوال تبعية الدول المستقلة لمصر للخلافة العباسية من دولة لأخرى. هقول ظهور دول مستقلة اسميا. دول مستقلة اسميا دي اللي هي ايه؟ طولونية، إخشيدية، أيوبية، مماليك. طولونية، إخشيدية. ودول استقلال تام اللي هي دولة واحدة، الدولة الفاطمية. يجي يقول لي بما تفسر تسمية الدولة الفاطمية بهذا الاسم نسبة إلى السيدة فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد كده ازدهرت الأحوال الاقتصادية في مصر الطولونية. ازدهرت الأحوال الاقتصادية في مصر الطولونية. إيه الدليل على كده؟ هقول له أول حاجة انتشار التجارة. أصبحت الإسكندرية ومدينة القطائع مركزي للتجارة العالمية. يبقى أنا عندي هنا أصبحت الإسكندرية والقطائع مراكز تجارية هامة. ظهرت الحياة الثقافية في عصر الدولة الفاطمية الاهتمام ببناء المدارس والمساجد، تمام؟ وكمان ظهور حلقات، وكمان تقرب إلى العلماء. الاهتمام بالعلماء والتقرب إليه. يبقى هنا بناء المدارس والاهتمام بالعلماء والعلم. ماذا يحدث إذا لم يلتزم الرومان ببنود صلح الإسكندرية؟ إيه اللي هيحصل لو الرومان ما كانوش التزموا ببنود صلح الإسكندرية؟ إعادة القتال مرة أخرى، محاولة الرومان استرداد مصر. يبقى أنا عندي هنا رقم 1 محاولات استرداد مصر. رقم 2 إعادة القتال بين المسلمون والرومان. تعرض جيش محمد بن سليمان الكاتب لهزيمة في مصر.
ايه اللي كان هيحصل لو محمد بن سليمان الكاتب جه عند مصر واتهزم؟ يبقى عدم استرداد الخليفة العباسي لمصر. يبقى الخليفة العباسي عندي ما كانش يقدر يسترد ايه؟ مصر. وينفع نزود حاجة تاني، بقاء الدولة الطولونية داخل مصر. يبقى رقم 2 بقاء الدولة الطولونية داخل مصر. يا ابني بقول لك اللي هتسمعه هنا مش هتلاقيه في حتة تانية، اسمع مني. ظلت مدينة الإسكندرية هي عاصمة مصر بعد الفتح العربي الإسلامي. عدم بناء مدينة الفسطاط. يبقى سيدنا عمرو بن العاص ما كانش هيبني مدينة الفسطاط لو كان فضل على اسكندرية زي ما هي العاصمة. طيب المقارنة معلش، هات ورقة وقلم واسمع اللي هقوله واكتب ورايا، لأن المكان عندي هنا لا يسمح بهذا الشيء. أول حاجة احنا هنقارن ما بين معركة حطين. يبقى بص بقى، عشان أنا عندي في طلبة بتقول لي الكلام ده بالنص كده، اللي هو مستر أنا ما بعرفش أقارن. ليه يا حبيبي؟ وفي نفس الوقت راح قايل له ايه؟ ما تقول لي كده، ايه هي اسباب معركه حطين؟ قال لي بسبب محاوله ارناط الهجوم على قوافل المسلمين وقتل بعض الحجاج. تمام. طب ايه هو اسباب معركه عين جالوت؟ قال لي بسبب التصدي لخطر المغول. قلت حبيبي مين هم اطراف المعركه؟ يقول لي صلاح الدين ضد حاكم بيت المقدس وارناط. طب في المعركه الثانيه اللي هي عين جالوت هيقول لي سيف الدين قطز ضد المغول بقياده قطبغه. هو دي كده المقارنه. امال انت مش عارف ايه يا حبيبي؟ اعتبر ان هي مش مقارنه. هو جاي بيقول لي ايه؟ معركه عين جالوت ومعركه حطين، صح؟ اروح جاي عامل جدول صغير كده، تعالى كده مثلا هنا اهو، اروح عامل كده جدول واروح عامل كده عين جالوت حطين. ايه سبب حطين؟ بسبب هجوم ارناط على قوافل التجار والحجاج المسلمين وقتل البعض منهم. يبقى انا كاتب هنا بسبب هجوم ارناط على قوافل الحجاج المسلمين وقتل البعض ايه منهم. طب ايه سبب معركه عين جالوت؟ اقول بسبب او للتصدي لخطر المغول. طيب مين الاطراف هنا؟ المسلمين بقياده صلاح الدين ضد الصليبيين بقياده او ضد ارناط وحاكم بيت المقدس بالدوين الرابع. تمام. طيب عين جالوت المسلمين بقياده سيف الدين قطز والمغول بقياده قطبغه. بس كده انت قارنت. طيب موقف كل من صلاح الدين الايوبي والصليبيين مع اهالي بيت المقدس، ايه اللي حصل؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ هقول صلاح الدين احسن معامله اهالي بيت المقدس وامنهم على انفسهم واموالهم ودور العباده واطلق لهم الحريه في اقامه الشعائر الدينيه. طب الصليبيين استغلال اهالي وممتلكات اهالي بيت المقدس، استغلال وسوء معامله اهالي بيت ايه؟ المقدس. بنود كل من صلح الاسكندريه وصلح الرمله. صلح الاسكندريه ده اللي عقده مين؟ سيدنا عمرو بن العاص مع المقوقس. نص على ايه؟ اول حاجه هدنه القتال ما بين المسلمين والروم لمده 11 شهر. تاني حاجه عدم عوده الرومان مره اخرى او محاوله عوده الرومان مره اخرى الى مصر. رقم 3 الابقاء على يهود الاسكندريه كما هما. رقم 4 اعطاء الحريه للمسيحيين في اقامه شعائرهم الدينيه. طب في صلح الرمله، قال لي في صلح الرمله كانوا 3 حاجات. تمام. بيت المقدس تفضل في ايد المسلمين، المدن الساحليه تفضل في ايد الصليبيين، وحريه الحجاج الصليبيين لاداء ايه؟ الطقوس الدينيه او شعائر الحج. ما العلاقه بين محمد بن سليمان الكاتب والخلافه العباسيه؟ هقول الخليفه العباسي ارسل محمد بن سليمان الكاتب لاسترداد مصر من حكم الطولونيين. يبقى ارسال الخليفه العباسي محمد ابن سليمان الكاتب لاسترداد مصر من حكم الطولونيين. صلح الاسكندريه وفتح مصر. تم عقد صلح الاسكندريه عقب فتح مصر.
يبقى أنا عندي تم عقد صلح الإسكندرية عقب فتح مصر. التعريفات. أول حاجة عصر الولاية. إيه هو عصر الولاية يا مستر؟ أقول لك ده العصر اللي بدأ من أيام الفتح العربي الإسلامي لمصر وحتى ظهور الدول المستقلة. يبقى هي الفترة الزمنية اللي كانت موجودة ما بين فتح مصر وظهور الدول المستقلة. يبقى هو العصر بدأ بفتح العربي الإسلامي لمصر حتى قيام الدول المستقلة. ديوان الإنشاء. إيه ديوان الإنشاء ده؟ قال لي بمثابة وزارة الخارجية حاليا، مسؤول عن مراسلات الخليفة والولاة. يبقى أنا عندي هنا ده ديوانة عمل مسؤول على المراسلات اللي ما بين الخليفة وإيه؟ والولاة، بمثابة وزارة الخارجية دلوقتي. يبقى مسؤول عن المراسلات بين الخليفة والولاة. المماليك. كلمة مماليك يعني ايه؟ غلمان صبيان صغننين كده تم شرائهم وتدريبهم على استخدام الأسلحة ووضع الخطط العسكرية. يبقى المماليك غلمان تم شرائهم وتدريبهم على استخدام الأسلحة ووضع الخطط العسكرية. يبقى غلمان تم شرائهم وتدريبهم على وضع الخطط العسكرية. طب هيحط خطط عسكرية وإيه تاني؟ واستخدام الأسلحة. مين هم المغول؟ قبائل رعوية كانت تسكن وسط آسيا. يبقى المغول قبائل رعوية كانت تسكن وسط آسيا، وتم تجميعهم واتحادهم على إيد جنكيز خان. يبقى هنا قبائل رعوية كانت تسكن وسط آسيا وتم تجميعهم على يد جنكيز خان. نيجي بقى للوحدة اللي كله مش طايقها الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة احنا جمعنا فيها أهم الأسئلة اللي موجودة على كل درس. واحدة واحدة كده بقى وتعالى بالراحة. أول حاجة نبص أكتر دول أوروبا إنتاجا للبطاطس، دولة إيه الكبيرة قوي دي؟ قال لي دي اسمها روسيا. لو جه هنا وقال لي إقليم، في النقطة اللي أنا حددتها دي إقليم صناعي، يبقى إيه؟ أنا مستنيك تقول لي مش أصلا؟ طيب أنا استنى أشوف الكومنتات مين يجاوب عليها. أولى دول العالم في إنتاج القمح الصين. أولى دول قارة آسيا في إنتاج قصب السكر الهند. دولة بها مقر مجلس التعاون لدول الخليج السعودية. دولة ظهرت فيها الثورة الصناعية الأولى بريطانيا. أكمل. انطلقت الثورة الصناعية الرابعة في القرن ال21 اعتمادا على الذكاء الاصطناعي. تعتبر الصين أكبر دول قارة آسيا في إنتاج محاصيل زراعية. بص يا ولاد، الصين أنا عندي المحاصيل الزراعية اللي اتكلمنا عنها كمحاصيل هم 4. إيه هم؟ قمح، رز، ذرة، يام. القمح والذرة الصين تاخد المركز الأول، الرز تاخده الهند. يبقى أنا عندي هنا القمح والذرة. تتسم مناطق القوقاز الصناعية بغناها بإيه؟ مناطق القوقاز الصناعية دي كانت غنية بإيه؟ بقول له بالبترول. تصنف الخدمات التجارية إلى 4 فئات: النقل، وعندي السفر،
وخدمات السلع. وخدمات ايه؟ السلع. خدمات نقل السلع. تحتل دولة نقط المركز الأول آسيويا في عدد السياح، وخلي بالي في فرق ما بين عدد السياح والعائد من السياحة. عدد السياح تركيا، العائد من السياحة الإمارات. صح وغلط؟ اعتمدت الثورة الصناعية الثانية على الطاقة الكهربائية؟ هقول له صح. ليه يا مستر؟ هقول لك الثورة الصناعية الأولى اعتمدت على الطاقة الحرارية، تمام؟ الثورة الصناعية الثانية اعتمدت على الطاقة الكهربائية. الثالثة اعتمدت على التكنولوجيا. الرابعة اعتمدت على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. والخامسة عملت توازن ما بين استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وللبشر. تحتل قارة آسيا المركز الأول في إنتاج السمك، صح. تتركز تربية الأغنام والماعز في آسيا في دولة الهند والسعودية. نقول له غلط. ليه؟ عشان السعودية مش هي، ده اللي مكانها تبقى الصين. تنتشر الصناعة التحويلية في دول آسيا وأوروبا، صح. الصناعات التحويلية الخفيفة موجودة في كل دول آسيا وكل دول أوروبا. لغاية دلوقتي في حاجة صعبة، أنا حاسس إن الموضوع لغاية دلوقتي حلو، يعني مفيش حاجة اللي هي الصعوبة اللي إحنا كنا حاسينها دي. تعد قارة أمريكا الشمالية أولى قارات العالم في عدد السياح؟ الإجابة غلط. بدل أمريكا الشمالية تبقى قارة أوروبا. وجود أكبر مصانع الحديد والصلب في أوكرانيا، ليه؟ بص يا ولاد، أشوف كلمة حديد وصلب في جملتين لازم أكتبهم مع بعض. بسبب وفرة الفحم وخام الحديد. يبقى بسبب وفرة خام الحديد والفحم. أطلقت السعودية مشروع اليوم الأخضر. ليه السعودية أطلقت مشروع اليوم الأخضر؟ حتى يكون من أكبر مصانع العالم في إنتاج الطاقة المتجددة. حتى تكون من أكبر مصانع العالم في إنتاج الطاقة المتجددة. تبذل كل من قارة آسيا وأوروبا جهودا لتنمية الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. ليه؟ لتحقيق الأمن الغذائي. يبقى الدول بتاعت آسيا ودول أوروبا الاتنين بيهتموا ليه؟ بما تفسر يعني ليه بيهتموا. عشان عندي نفس السؤال ده تيبيكال هيجي لي تحت في دلل، ما فيهوش تغيير. في فرق بين بما تفسر ودلل. في بما تفسر هقول لتحقيق الأمن الغذائي. ليه بيهتموا بالزراعه والثروه الحيوانيه والثروه السمكيه؟ لتحقيق الامن الغذائي. طب في دلل هنعرف كمان شويه. يبقى لتحقيق الامن الغذائي. اهميه الصناعه في قاره اسيا واوروبا. بصوا اشوف كلمه اهميه الزراعه، اهميه الصناعه، اهميه اي نشاط انساني لتوفير فرص عمل. لتوفير فرص ايه؟ عمل، زياده الدخل القومي. يبقى لتوفير فرص عمل، زياده الدخل القومي، تلبيه احتياجات ايه؟ السكان. تواجه السياحه في قاره اسيا العديد من المشكلات. حلو قوي السؤال ده بقى. السؤال ده انا هقسمه جزئين. هحل اول جزء فيه على اسيا، وهحل تاني جزء فيه عن المشكلات اللي بتواجه السياحه في اوروبا. يبقى لو جه قال لي في اسيا هبقى عارف اقول له ايه، ولو جه قال لي المشكلات في اوروبا هبقى عارف اقول له ايه. في اسيا اللي هو اجابه السؤال اللي قدامي هروح قايل له ايه؟ بسبب ضعف البنيه التحتيه. 2. انتشار في بعض الدول او وجود في بعض الدول مشكلات سياسيه. يبقى تاني حاجه وجود مشكلات سياسيه. ده كده بالنسبه لاسيا. لكن بالنسبه لايه؟ لاسيا. طب في اوروبا هقول الزياده، تمام، في اعداد السياح مما ادى للضغط على الخدمات. يبقى زياده اعداد السياح ادى الى زياده الضغط على ايه؟ الخدمات، وزياده انبعاثات الكربون. يبقى انا عندي زياده السياح ادى الى زياده الضغط على الخدمات.
يبقى زياده السكان ادى لزياده الضغط على ايه؟ الخدمات وزياده انبعاثات الكربون. ما النتائج المترتبه على وجود الفحم والحديد والبترول في مناطق لندن الصناعيه؟ انتشار صناعه الحديد والصلب. قلنا من شويه فحم حديد، فيها حديد وصلب على طول. اهتمام قارتي اسيا واوروبا بالتوجه نحو السياحه المستدامه. ايه اللي حصل لما الدول بتاعت اسيا والدول بتاعت اوروبا اهتمت ان هي تتجه للسياحه المستدامه؟ يبقى رقم واحد الحفاظ على البيئه وتقليل استخدام مصادر الطاقه الاحفوريه وزياده الاعتماد على الطاقة المتجددة. يبقى أنا هنا لما بدأت أستخدم أو أعتمد في اتجاه السياحة المستدامة قللت استخدامي لمصادر الطاقة الإحفورية وأزود استخدامي لمصادر الطاقة إيه؟ المتجددة والحفاظ على البيئة. ما العلاقة بين الاستعمار والثورة الصناعية في آسيا؟ تمام؟ إيه اللي حصل؟ هقول إن استعمار الدول الأوروبية لقارة آسيا كان سبب في تأخير ظهور الثورة الصناعية فين؟ في آسيا. يبقى الاستعمار سبب تأخر ظهور الثورة الصناعية في آسيا. الموقع الجغرافي لقارة أوروبا والسياحة ده إيه؟ إيه اللي حصل؟ قال إن قارة أوروبا الموقع الجغرافي بتاعها خلاها قريبة من الدول المصدرة للسياحة. يبقى خلاها قريبة للدول المصدرة إيه؟ للسياحة، فبالتالي بقت هي مقصد لكثير من السياح. يبقى أنا عندي الموقع الجغرافي جعل أوروبا مقصد لكثير من السياح بسبب قربها من المناطق المصدرة للسياح. هي قريبة من المناطق أو الدول المصدرة للسياح، فبالتالي خلاها إيه؟ تكون سبب رئيسي في إن هي توصل ليها. وقوع معظم قارة أوروبا ضمن الإقليم المناخي المعتدل والسياحة. إيه اللي حصل لما معظم أوروبا بقت ضمن الإقليم المعتدل؟ ده عمل لي إيه في مجال السياحة؟ تمام؟ قال لي بسيطة، خلى إن قارة أوروبا تكون مستقبلة للسياح معظم أيام السنة. يبقى أصبحت أوروبا مستقبلة للسياح معظم أيام السنة. يبقى معظم أيام السنة قارة أوروبا بتستقبل سياح، ما عندهاش مشكلة خالص. دلل على صحة العبارة. تبذل كل من آسيا وأوروبا جهود كبيرة لتنمية الزراعة، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية. السؤال اللي أنا لسه قايله فوق بتاع دلل، تمام؟ نفس السؤال بالظبط كان جاي لي بمتفسر. في الزراعة هقول الاعتماد على الزراعة الرقمية. الاعتماد على الزراعة الرقمية، ايه الزراعة الرقمية ده يا مستر؟ قال الزراعة اللي بتقوم على أرقام محددة، يعني درجة الحرارة 40 ما تبقاش 40 واحد من 10، هي 40 يا باشا. تمام؟ طب بالنسبة للثروة الحيوانية، استخدام أجود السلالات، بيشوف أجود السلالات اللي موجودة عنده ويعتمد عليها. طب بالنسبة للثروة السمكية، التوسع في الاستزراع السمكي. تهتم ألمانيا بتنمية الصناعة. ايه الدليل ان ألمانيا بتهتم بتنمية الصناعة قصدي، تمام؟ هقول ان ألمانيا عندي بتهتم ان هي تقلل نسبة الكربون حتى تصل لصفر بحلول 2045. يبقى انا عندي هنا ألمانيا تتجه لوصول بنسبة الكربون إلى 0% بحلول
2045. قارن بين الزراعة الواسعة والزراعة المختلطة. ما فيهاش مقارنة. ايه هو تعريف الزراعة الواسعة؟ هي زراعة مساحات واسعة تعتمد على الأساليب العلمية الحديثة والآلات الزراعية، والهدف منها التصدير أو التجارة. طب الزراعات المختلطة هي زراعة الأرض مختلطا بتربية الحيوانات. يبقى مساحة بزرع فيها الأرض وفي نفس الوقت بربي فيها إيه؟ حيوانات. الزراعة الواسعة مساحات واسعة بستخدم فيها الآلات الزراعية والأساليب العلمية الحديثة فين؟ في الزراعة لزيادة الإنتاج. ما فيش أسهل من كده بصراحة. طيب الصناعات الاستخراجية والتحويلية. الصناعات الاستخراجية هي الصناعات التي تقوم على استخراج من باطن الأرض. هي الصناعات التي تقوم على ايه؟ استخراجها من باطن الارض، زي البترول صناعي، او صناعات استخراج ايه؟ المعادن. الصناعات اللي هي استخراج مصادر الطاقه، والصناعات بتاعت استخراج المعادن، واستخراج الزيوت دي برضه صناعات استخراجيه. تمام؟ طيب الصناعات التحويليه هي تحويل المواد الخام لصوره اخرى لتلبيه احتياجات الانسان، زي خام الحديد حولته لحديد وصلب، ده كده بقى تحويليه. لكن وهو خام حديد لما تم استخراجه كانت ايه؟ استخراجيه عاديه. الوحده الاخيره، دخلنا على اخر حاجه، شدوا حيلكم معايا. اصبح السلطان سليم الاول حامي الحرمين الشريفين بعد ضم مصر. بعد ما ضم مصر قال لك بس انا كده خلاص بقت كلها بتاعتي يا باشا، انا حاكم العالم الاسلامي. انتصر العثمانيين على الصفويين في معركه جلديران. احدث اثار العثمانيين بمصر سبيل خسرو باشا في النحاسين في القاهره. كان حفظ النظام والدفاع عن مصر من مسؤولية الحاميات العسكرية. صح وغلط. كان النظام الإداري الذي وضعه العثمانيين في مصر أحد أسباب الضعف. صح. ليه؟ لأن عندي خلى مدة حكم الوالي قليلة. فلما مدة حكم الوالي بقت قليلة إيه اللي حصل؟ مبقاش همه إن هو يدير دولته، بقى كل همه إن هو يجمع إيه؟ فلوس، وده كانت سبب من أسباب الضعف. حد فيكم فاكر مدة الوالي قد إيه؟ من سنة ل3 سنوات. احتفل العثمانيين بفتح المماليك للقسطنطينية في مصر. الإجابة غلط. ليه يا مستر؟ ما هي الجملة قدامي صح اهي. أقول لك أنت قريت الجملة بسرعة كده على الطاير، ما خدتش بالك من حاجة بسيطة. إيه يا مستر؟ إن المفروض أبدل العثمانيين مكان المماليك. إيه ده؟ مش فاهم حاجة، يعني إيه؟ قال لي يعني احتفل المماليك بالعثمانيين لفتحهم الايه؟ القسطنطينية وهم في مصر. لا مش فاهم حاجة، أنت كده لخبطتني أكتر بصراحة. بس اقول لك بالراحه. دلوقتي المماليك كانوا فين؟ بيحكموا في مصر. لما الدوله العثمانيه فتحت القسطنطينيه، المماليك عندي في مصر احتفلوا، اعتبروا ده نصر ليه؟ للاسلام. يبقى انا عندي هنا الاجابه هتبقى احتفل المماليك بفتح العثمانيون للقسطنطينيه. نجح الفرنسيون في السيطره على الصعيد. الاجابه غلط. بدل نجح فشل، فشل سريع. ليه؟ عشان احنا رجاله وراد رجاله، محدش يقدر علينا. كان يتم ارسال القاضي لمصر فتره الحكم العثماني من الاستانه. صح، ولازم شرط اساسي ان هو يكون تركي. عاشت مصر حاله من الجمود الفكري والثقافي تحت الحكم العثماني. صح، 100 سنه كامله اسمها 100 سنه عزله، لا مصر بيدخلها حد ولا حد ايه بيروح لها، لدرجه ان التعليم في مصر اقتصر فقط على الازهر الشريف وفي بعض العلوم الدينيه كمان. يبقى انا عندي لو جه قال لي دلل هقول له ايه؟ اقتصر التعليم في مصر على الازهر الشريف في بعض العلوم الدينيه. بما تفسر هزيمه المماليك في معركه مرج ضابق في معركه مرج ضابق والريدانيه ليه؟ اول حاجه استخدام المماليك اسلوب الفروسيه واستخدام العثمانيين لاحدث الاسلحه. تاني حاجه اعداد الجيش العثماني اكثر من اعداد الجيش ايه؟ المملوكي. تالت حاجه تنظيم الجيش. يبقى انا عندي رقم 1 تنظيم جيش العثمانيين، زياده عدد العثمانيون. رقم 3 استخدام
العثمانيون أحدث الأسلحة. والمماليك كانوا مستخدمين إيه؟ أسلوب الفروسية، السيف وشوية حصانة مكسرة والسيوف إيه؟ مصدية. حرص نابليون على سرية الحملة الفرنسية على مصر. ليه نابليون حرص إن الحملة الفرنسية تكون سرا؟ حتى لا تعلم بريطانيا بمجيء الحملة إلى مصر. يبقى حتى لا تعلم بريطانيا بمجيء الحملة على مصر وقطع الطريق على فرنسا. رغبة كليبر في العودة إلى فرنسا بعد توليه القيادة. ليه كليبر أول ما مسك الجيش وقيادة الحملة عندي في مصر قال لك أنا كده أرجع على مصر، أرجع على فرنسا؟ أول حاجة لأنه مسك في ظروف صعبة، زي إن عدد الجنود بتاعته قل وصعوبة الحياة داخل إيه؟ مصر. يبقى رقم 1 قلة عدد الجنود والأسلحة، صعوبة الحياة في مصر بسبب مقاومة أهل إيه؟ مصر. بما تفسر عودة نابليون إلى فرنسا سرا. ليه نابليون خد بعضه ورجع في السر كده؟ قال بسبب تعرض الثورة الفرنسية إلى اضطهادات، تمام؟ واتحاد الدول الأوروبية ضد فرنسا. يبقى تعرض الثورة الفرنسية إلى مشكلات واتحاد الدول الأوروبية ضد فرنسا. ليه الدول الأوروبية كانت تحت فرنسا؟ هي فرنسا دي نوتي أوي للدرجة دي؟ قال لا، بس فرنسا عملت نظام الدول الأوروبية كانت خايفة اللي هي تروح إيه؟ ليه هي كمان؟ بمعنى فرنسا كانت ملكية، فلما قامت الثورة دي لغت الملكية وأعلنت الجمهورية. طب بقيت دول أوروبا كلها ملكية. طب لو بقى مبادئ الثورة دي خرجت من فرنسا وراحت للدول التانية، ممكن الدول التانية كمان يتلعب في دماغها ويقول لك نقوم بثورة نشيل الملك. فبقت دول أوروبا كلها متحدة مع بعض إن هي لازم تفشل الثورة دي، علشان كانوا خايفين على الكراسي بتاعتهم. فشلت حملة نابليون على الشام بسبب مقاومة أهلها، أو بسبب مقاومة أهل عكا تحت قيادة مين؟ أحمد باشا الجزار. يبقى بسبب مقاومة أهل عكا تحت قيادة أحمد باشا الجزار. ما النتائج المترتبة على خيانة محمد بك أبو الدهب لعلي بك؟ إيه اللي حصل لما محمد أبو الدهب خان علي بك؟ هو خان علي بك في إيه؟ مش علي بك كان حاول يستقل بمصر وبلاد الشام والحجاز عن الدولة العثمانية ونجح في إنه يستقل بمصر وأرسل محمد أبو الدهب عشان يستقل بالحجاز والشام؟ قال لي إيه اللي حصل بقى لما خانه؟ فشل حركة علي بك بالاستقلال عن الدولة العثمانية. يبقى فشل حركة علي بك بالاستقلال بمصر عن الدولة العثمانية. مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر من الناحية السياسية. لما الحملة الفرنسية جت مصر، الناحية السياسية استفدت أنا منها في إيه؟ قال لي موضوع بسيط خالص، الاستفادة اللي أنا استفدتها كلها تدريب المصريين على حكم البلاد. طب لو جه قال لي بقى اثبت ان الكلام ده حصل، اروح مطلع منها 3 اسهم كده. السهم الاول الديوان العام، ديوان القاهرة وديوان الأقاليم، ودول اللي كان مسؤول عنهم الأعيان. يبقى تم تعيين الأعيان في ديوان العام والقاهرة وديوان الأقاليم لتدريب المصريين على إدارة شؤون إيه؟ البلاد. رفض المماليك مساعدة العثمانيين في حربهم ضد الصفويين. إيه اللي حصل؟ قال قيام العثمانيين بمحاربة إيه؟ الصفويين، بمحاربة المماليك، تمام؟ وبدأت الحرب دي بإيه؟ بإن العثمانيين سيطروا على أول مدينة تابعة للمماليك اللي هي إمارة ذي القادر.
يبقى اول حاجه سيطره العثمانيين على اماره ذي القادر والقيام بمحاربه المماليك والانتصار عليه. اصطحاب نابليون مجموعة من العلماء في الحملة. ايه النتيجة اللي ترتبط على كده؟ قال لي اعطاء للحملة طابع حضاري والاستفادة من موارد مصر في جميع المجالات. يبقى هنا اعطاء للحملة طابع حضاري، يبقى ادى الحملة طابع ايه؟ حضاري. طب رقم 2 الاستفادة في جميع المجالات داخل مصر. وده بقى فك رموز حجر رشيد تنفع، محاولة ربط قناة السويس، محاولة ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط اللي بقت بالفشل برضه تنفع. كل ده كده ينفع يا ولاد. طيب نيجي للسؤال، إلى من تنسب الأعمال التالية؟ قاد المماليك في معركة مرج ضابق. مين هو قائد المماليك في معركة مرج ضابق اللي انتهت بهزيمة المماليك في الشام؟ تحولت الشام لولاية عثمانية. كان قنصوة الغوري. قاد الحملة الفرنسية بعد عودة نابليون لفرنسا. مين اللي مسك كده؟ كليبر. قتل كليبر سليمان الحلبي. سليمان الحلبي ده كان طالب من حلب، من بلاد الشام، جه بيدرس هنا في الازهر، وساعة ما قامت الثورة قتل كليبر. تصدى للحملة الصليبية في عكا أحمد باشا الجزار. دلل. مرت علاقة العثمانيين بالمماليك بعدة مراحل. عندي مراحل الود، تمام، ودي اللي فيها حصل رقم 1 عشان نكتب على طول. رقم 1 الود. ايه اللي حصل في الود؟ قلناها من شويه، احتفال المماليك بانتصار العثمانيين وفتح القسطنطينيه. احتفال المماليك بانتصار العثمانيين وفتح القسطنطينيه. طب رقم 2 الصراع على زعامة العالم الإسلامي. طب 3 المعارك بين العثمانيين والمماليك، اللي هي معركة مرج ضابق ومعركة الردنية. دلل. واجهت الفرنسيون الثورات المصرية بوحشية. القضاء على الثورة ستوب يعني الجزئية دي. دلل. واجه الفرنسيون الثورات المصرية بوحشية. ايه الدليل ان هم واجهوا الثورات الفرنسية بوحشية؟ هقول القضاء على ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية عن طريق استخدام العنف، تمام، ودخول الجامع الأزهر بالخيول وقتل الآلاف من المصريين. يبقى عندي 1 القضاء على الثورة بالعنف، قتل آلاف المصريين. رقم 3 ايه اللي حصل في رقم 3؟ قلنا دخول المسجد الأزهر بالخيول. طيب نيجي بقى للمقارنة. احنا هنا قلنا من شوية هنعمل جدول ونقارن، بس مش هنقول ان احنا بنقارن، يعني احنا نضحك على نفسنا ان احنا ايه، ما بنعرفش نقارن اصلا. احنا هنيجي ايه، هو عايز مني ايه؟ الاطراف والاسباب والنتيجة. فهاجي اشوف مين هم الاطراف اللي كانوا في معركة مرج ضابق، وايه هي اسباب معركة مرج ضابق، وايه نتيجة مرج ضابق. تمام؟ اول حاجة اطراف مرج ضابق، العثمانيين ضد المماليك. العثمانيين بقيادة سليم الاول، المماليك بقيادة قنصوة الغوري. الاسباب: قيام العثمانيين بالسيطرة على إمارة ذي القادر. النتيجة: هزيمة المماليك، سيطرة العثمانيين على بلاد الشام، ومقتل قنصوة الغوري. طب نيجي بقى للريدانية. احنا ما بنعرفش نقارن، احنا ما بنحبهاش اصلا. ايه هو مين هم اطراف الريدانية؟
المماليك تحت قياده طومان باي، العثمانيين تحت قياده سليم الاول. طب الاسباب عندي كانت ايه؟ قلنا السبب محاوله العثمانيين الاستيلاء على ايه؟ مصر، وارسال لطومان باي امر بتبعيه مصر للدوله ايه؟ العثمانيه. النتيجه هزيمه طومان باي، مقتل طومان باي، اصبحت مصر ولايه اسلاميه. مهام الوالي وامراء المماليك والحميات العثمانيه في مصر في الفتره العثمانيه. الوالي كانت وظيفته مسؤول عن البلاد، حكم البلاد. المماليك مسؤولين عن حكم الادارات اللي هم حكام للاقاليم. تمام. الحميات العثمانيه مسؤوله عن حمايه الامن، حمايه الدوله ونشر الامن ايه؟ بها. طيب الحياه العلميه والفكريه في مصر فتره الحكم العثماني واثناء وجود الحمله الفرنسيه. في فتره الحكم العثماني اتسمت بالجمود واقتصر التعليم على الجامع الازهر. في فتره الوجود الفرنسي، تمام، اتسمت بايه؟ بالنشاط. زي اول حاجه انشاء المجمع العلمي، رقم 2 كتاب او موسوعه وصف مصر، رقم 3 فك رموز حجر رشيد، والتفكير والمحاوله في ربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط. كده احنا جمعنا اهم الاسئله اللي موجوده عندنا في المنهج. ماشي. اتمنى ان انا اكون فدتكم السنه دي، واتمنى ان انا اشوفكم السنه الجايه على خير. واخر رساله ليكم او مني ليكم، اتمنى ان كل واحد يركز يقرا السؤال كويس قبل ما يبدا يحل، وتقولوا لي عملتوا ايه في الامتحان بعد ما تخلصوا. هتمنى واشوف رسائلكم كلها، وكل الكومنتات اللي هتيجي هرد عليها بنفسي وفي فيديو خاص. حبايبي اتمنى اشوفكم على خير.